يوم احنا عندنا فصل قتل. البارحة كان عندنا فصول 3 قتول، 2 أنا حضرت بيهن و1 ما حضرت. أنا بس أريد أنطي هذا الكلام حتى الشباب يسمعون احنا وين رايحين. احنا وين رايحين؟ هذه دلت على شيء، إنما تدل على أن العرف العشائري إذا صار أقوى من القانون فإحنا في خطر. والله أنا المتحدث محمد الوحيل بن السراي وخوالي أبو محمد، بس والله أقول لك السناين حافظها والأعراف كلها حافظها. العرف العشائري من يصير أقوى من القانون إحنا نصير في خطر كبير جدا، وإلا خلينا مليارات وخلينا فلوس وخلينا كذا والقتل مستمر جدا. وين نريد نوصل؟ وين رايحين احنا وين رايحين؟ هذا السؤال اللي نريد نسأله، وين رايحين احنا؟ هسه احنا عندنا المعتاد السيد يفتح الجلسة ويقوم وراه شيخ عباس فرهود مثلا يقول احنا جايين بالخدمة واحنا شادين رايتنا، مو هذا الحكي؟ مو؟ يقوم محمد الوحيلي يقول للشيخ علي اللي قادم علينا من الجنوب، قادم على اهله وعلى ناسه واهلا وسهلا به على بغداد، مو؟ يقوم بعدين ابو مرتضى الشويلي شو يقول؟ يقول هاي الراية تسمع خليها بخانتها، مو هيك؟ مو هذا حكينا؟ بعدين السيد يفتح الراية. شنو اللي سوينا؟ صار قتل ثاني يوم وصار قتل ثالث يوم. أنا اللي أشوف أنه الوضع إذا استمر هكذا لا كادر يأدب مجتمع بعد، ولا عرف عشائر يأدب مجتمع بعد، ولا مليارات تأدب مجتمع بعد، ولا فصل يأدب مجتمع. بحظي بخت بعافيتي ما يأدب المجتمع إلا القوة والقانون، لأنه شعب عراق تعود 7000 سنة على القوة وعلى الدكتاتورية. جتنا ديمقراطية مفاجئة خلت السلاح بيت فلان وفلان وفلان وجكسارات، تسمعني؟ والمضايف من تكثر هم مو زينة أحكي لك. وبعد شنو اللي عندنا؟ بعد اللي عندنا الطامة الكبرى الفاتحة لغينا القرآن ظلينا نخلي مهاويل تهوس مكان القرآن. كيفما تكونوا يولى عليكم. هاي نقطة مهمة جدا. وبعد مع احتراماتي يودي له مهوال لي قدام. شيخ علي انت اخونا ان شاء الله، يودي مهوال للفاتحة لي قدام، قال له من اجي حتى تصورونه وتسووا الاستقبال. هذا اللي جاي يصير عندنا مع شديد الاسف. هذه مرارة حقيقية، يعني الدم مستمر اذا بقينا على هذا الحال. لازم ندعم القانون وندعم القوة والعقلاء موجودين. والبيت لا يبتنى الا وله عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد، فإن تجمع أوتاد وأعمدة وساكن وبلغ الأمر الذي كادوا لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن ولوا فبالأشرار أنقادوا. البارحة 29 مليار دولار واخذت بيد الأحزاب وإحنا نتعارك بيناتنا بعدنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.